يا رب، إن هذا الشخص الذي فتح المقطع الآن لا يدري أي أرض وأي قلب وأي قرار هو خير له، لكنه هو على يقين تام أن الخير فيما اختاره الله له. اللهم إني أسألك وأتوسل بك إليك أن تكفيه شر ما يكون قبل أن يكون. يا رب، لا تجعل للحزن مكانا في قلبه. يا رب، إن ضاقت به الأحوال أوسعها له برحمتك. يا رب، اجعله دائما وأهله في حرزك وضمانك وأمانك. اللهم اجعله من المقبولين بكرمك المكفولين بذكرك. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، وارفع عنه كل بلاء، واشفيه من كل داء، واعطيه كل ما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلني وإياه ممن أطاع واتقى وقام وارتقى، ومن ينابيع الرحمن استقى. واجعل لنا جنة النعيم الملتقى مع النبيين وأهل التقى. واحشرني وإياه ووالدي ووالديه في زمرة المصطفى علم الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الزمن الذي نعيش فيه نرى من حولنا ما يثير التساؤلات. لماذا انتشرت الهموم؟ لماذا طغت الكآبة على القلوب؟ لماذا بات كثير من الناس في ضيق شديد لا يفارقهم؟ تجد الشخص لديه زوجة صالحة، أبناء في صحة وعافية، بيت واسع، وممتلكات متعددة، لكنه رغم ذلك مهموم. نجد الابتسامة قد غابت عن وجوه الكثيرين، والحزن بات رفيقا دائما. لماذا ذلك؟ أين تكمن المشكلة؟ فلنبدأ، ولكن أولا صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إننا في عصر يعاني فيه الناس من الفراغ، الفراغ الروحي، فراغ يملأ بمحاولة الوصول إلى السعادة الدنيوية، تلك السعادة التي نظن أنها في المال والبيوت والوظائف والترفيه. لكن دعونا نتوقف لحظة ونسأل أنفسنا: هل حقا وجدنا السعادة في هذه الأشياء؟ الحقيقة المؤلمة هي أن معظمنا يلاحق سرابا. تجد الإنسان يبحث عن الماديات ليملأ فراغه، ولكن حتى بعد حصوله على كل ما كان يحلم به يبقى غير سعيد، يشعر بشيء مفقود، بشيء لم يتمكن من الوصول إليه. هذه الكآبة المتفشية اليوم لها أسباب عدة، لعل أولها هو غياب الهدف الحقيقي من حياتنا. الناس مشغولون بالماديات، والقلوب معلقة بالعمل والتجارة والرفاهية، لكن نسوا أو تغافلوا عن السبب الذي خلقوا من أجله. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن هنا في الدنيا لنعبد الله سبحانه وتعالى، لنحقق الهدف الأسمى من وجودنا. وكل ما حولنا هو من زينة الحياة الدنيا، ولكنه ليس الغاية. البعض منا أصبح عبدا للمال، وآخرون عبيد للمناصب والوظائف، وهناك من صار عبدا للتكنولوجيا. لكن هل وجدوا السعادة في ذلك، أم زادت همومهم وتضاعفت مع تقدم الأيام؟ نعم أحبائي الكرام، إذا لم تعرف لماذا خلقنا فكيف نتوقع أن نجد الراحة؟ كيف نأمل في الفرح ونحن لم نفهم الحكمة من وجودنا؟ قلوبنا تشعر بالكآبة لأننا بعيدون عن الحقيقة. إننا نعيش في دنيا فانية، ولكن كثيرين يتصرفون وكأن الدنيا هذه دار القرار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. نعم، هي دار لعب ولهو، ولكن أين العقل الذي يتذكر الآخرة ويتوقف عن ملاحقة اللذة الزائلة في الدنيا؟ تجد بعض الناس يقضي عمره في ملاحقة المال، يبحث عن كل فرصة ليزيد من ثروته، يشتري بيوتا، يبني شركات،
يملك سيارات، ولكنه في النهاية لا يشعر بالرضا. لماذا؟ لماذا هذا الضيق يا أخي؟ هل فكرت يوما أن سعادة الدنيا ليست في جمع الأموال، بل في الرضا؟ الرضا بما قسمه الله لك، الرضا بما لديك. والأسوأ من ذلك أن تجد من يغضب من الله والعياذ بالله بسبب ابتلاء أو مصيبة أصابته. تجد شخصا يشتكي من حياته، يتساءل: لماذا يا رب ابتليتني بهذا المرض؟ لماذا يا رب حرمتني من هذا النعيم؟ أخي الفاضل، ألم تسمع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه؟ الابتلاء نعمة عظيمة، لأنه طريق إلى الله سبحانه وتعالى، طريق لتطهير القلوب وتزكية النفوس. أحبائي الكرام، الحزن الحقيقي يكمن في عدم معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. القلوب التي غاب عنها ذكر الله هي قلوب بائسة ضائعة. أما القلوب التي تذكر الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء فهي قلوب مطمئنة لا تعرف الخوف ولا الكآبة. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن كيف تطمئن قلوبنا ونحن مشغولون بأمور الدنيا، نركض خلف الشهوات ولا نتذكر الله إلا في وقت الضيق؟ البعض منا يعيش في هذه الدنيا وكأنها دار الخلود، همه الوحيد هو كيف يزيد من أمواله، كيف يبني المزيد من البيوت، وكيف يترقى في وظيفته. لكن متى كانت الدنيا دار الخلود؟ متى كانت الأموال هي مقياس السعادة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا فانية، لكن البعض منا يبيع آخرته من أجل متاع زائل، وظن أن سعادته في امتلاك الأشياء. السعادة الحقيقية تكمن في رضا الله عز وجل، في فهم الغاية من وجودنا، في الإخلاص لله في كل عمل نقوم به. حينما نضع الآخرة نصب أعيننا ونعمل لها بكل ما أوتينا من قوة، حينها ستجد أن هموم الدنيا تتلاشى والكآبة تزول، لأن قلبك متعلق بالله جل وعلا وليس بالدنيا. ولنكن صريحين، ليس هناك من يمر ببلاء أو مصيبة، فالدنيا دار ابتلاء لا صفو فيها ولا كمال. لكن كيف نتعامل مع هذه الابتلاءات؟ هل نغضب ونسخط أم نصبر ونحتسب؟ قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم، الصبر هو المفتاح، هو السبيل إلى الرضا والسعادة. أحبائي الكرام، دعونا نتذكر دائما أن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة هي دار القرار. فلنكن من الذين يعملون للآخرة ونجعل الدنيا وسيلة لا غاية لنرضي الله سبحانه وتعالى في كل ما نفعل، ولنبحث عن السعادة في طاعته سبحانه وتعالى وذكره، ففي ذلك السعادة والنجاح الحقيقي. دمتم بصحة وعافية وخير وسعادة، يا رب احفظكم.